هذه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راهو فيديو قصير جدا، راح ندير فيه طريقة تحضير روز، سفيرية الروز. هذه المقادير هنا: دير فلفل اسود، كركم، راس الحانوت واللفاح، زنجبيل، بيض، بصل وثوم، ملح ومعدنوس. بالنسبة للرز لهنا راني طيبته في الماء وملح وكركم وصفيته، وبعد راني رحيته، ودرك راني راح نخلط المقادير هذه. احتمال نكمل حبة البيض واحدة اخرى ولا لا. وبعد من بعد كي نكملو راح ندير في صافي نديرو شغل كويرات، نحشيهم بالفرماج، ومن بعد نديرهم في الفرينة، ومن بعد في بياض البيض ولا في حبة بيض كاملة نديرها في لاشابلير ونقليها. هنا تحبي تقدميه هكذاك، ولا راح ديري له صوص ابيض بالحمص، راح يجي طبق هايل. نتمنى انكم تجربوه. انا حبة البيض راهي مكفتنيش، راح نكمل ندير الصفار هنا نكملوه. راح نحسن على عجين متماسك. هي الافكار انا كي بقالي الروز بركة، لو كنت درتو وبقالي الروز حبيت نديرو كوجبة عشاء. هنا راح نزيد نكمل بياض. نتحصل على هذا هكا. وعلاه رحيت الروز؟ لانه كل ما ترحيش الروز راح يبقى يطاير في المقله. هنا كي يكون مرحي يجيك افضل. هنا كي نديروه كويرات نحشوها بالفرماج، وان شاء الله تشوفوه بعد ما نكمل. لهنا اني راح نكمل الطبق تاعي. هنا الروز راني درتو كويرات، راح نحشيه بالفرماج. اذا كان عندك الفرماج تاع الديجون يستحسن ديري في لابوش، ديري بيه خير، فيها طريقه ترطيب على زبدة الفرينة. طريقه سهله خالص. الفرماج اللي حبيتي انت ديري بيه. بسيطه. هنا نديرهم في الفرينة. نديروهم في البايض بعد الفرينة وبعد البايض. راح ندير في الشابلير. هنا الشابلير هو خبز اليابس، ترحيه تقدري ديري فيه لي زيبيسي، راح يجيك بوبيه خلاص. انا صراحه هنا ما درت والو. نرمدو بيان، من بعد نسخن الزيت ونطيبهم. هما او كلش طايب، بس انا غير طيب نقليه برك، من بعد نكمل الزيت. وهذا الشكل النهائي للسفيرية تاع الروز. نتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.